قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة من أروع القصص وألطفها وأجملها وأحسنها. قصة هي للأعداء، هي لأولئك الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالذبح، ولم يأتي إلا بالقسوة، ولم يأتي إلا بالتعنت. ولأولئك أيضا الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، وما أرسل إلا نورا لهذه الحياة المظلمة. شارك في القناة ليصلك هذا النور وليصلك هذه البهجة وهذه القصص الرائعة التي سوف تنفعك. هذه القصة هي لرجل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهو الرجل الوحيد الذي كان يضحكه كثيرا عليه الصلاة والسلام، فكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا الشخص من البادية. نعم، من البادية. هذا الرجل لم يكن من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من سكان المدينة أيضا، وكان أيضا ذا صورة ذميمة، يعني لم يكن جميلا. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الأشخاص ولا إلى مظاهرهم، بل ينظر إلى قلوبهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الشخص، يعني من البادية، زاهر بن سلمة. هو زاهر بن سلمة رضي الله عنه، كان يقول عنه: زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني هو يمثلنا في البادية ونحن نمثله في الحاضرة صلى الله عليه وسلم. يا لخلقه العظيم، يا لكرمه وجوده. وهذا الرجل كان يأتي بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما هي بسيطة، يعني بسيطة في قيمتها، يعني هو رجل من البادية ويعني هديته معروفة، يعني بسيطة، يعني قيمتها محدودة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية حينما كان يذهب في حاله رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا بسوق، فرأى زاهر بن سلمة رضي الله عنه يبيع شيئا من متاعه في السوق، وزاهر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف زاهر واحتضنه من الخلف، وصاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: من يشتري هذا العبد؟ ممازحا صلى الله عليه وسلم زاهر بن سلمة. فالتفت زاهر فصاح زاهر رضي الله عنه: من هذا؟ فلما التفت وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرحه عظيما. فماذا تتخيلون فعل من شدة فرحه؟ زاهر بن سلمة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه من الخلف ويصيح: من يشتري هذا العبد؟ وهو يمازحه، قرب ظهره لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يستغل هذه الفرصة ليحتك جسده بأفضل جسد كان على وجه الأرض، جسد النبي صلى الله عليه وسلم. احتك بجسده الشريف وقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكنك أنت عند الله غال. يعني زاهر بن سلمة يعني أيضا مازحه، قال له: يعني تجدني يا رسول الله كاسدا، وتجارة الكاسدة يعني لا نفع منها، يعني خاسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكنك عند الله غال. وتلك قيمة الإنسان. قيمة الإنسان هي قيمته عند الله عز وجل، وليست قيمته ما يراه الناس عليه، أو من مظهره، أو من جماله، أو من حسبه، أو نسبه. ذلك لا يغني من الله شيئا. هذه القصة الرائعة والراقية من قصص النبي صلى الله عليه وسلم يعني تريك مدى عظمة هذا النبي العظيم، ومدى رقته، ومدى لطافته. وقصص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع كثيرة، وسنأتي بها إن شاء الله. اشترك في القناة ليصلك هذا النور وليصلك هذه البهجة وهذه القصص الرائعة التي سوف تنفعك. أما تلك القصص يعني الساذجة أو الغير أخلاقية التي تراها في مواقع التواصل، دعك منها واسمع ما ينفعك في دينك ودنياك عن خلق أعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سيرته العاطرة النيرة التي أنارت الدنيا الظالمة المظلمة.